السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هحل معاكم الأساينمنت بتاع الديكشنري. أول حاجة هنا بيقول لي create a dictionary named student info with the following key value pairs. هنا عايز يكريت ديكشنري اسمه student info، فأنا هعمل كده بدل ما أكتب يعني، أو هعمله كده وأروح هناك. ده كده اسم الديكشنري بتاعي equal. هو عايز مديك كمان الكي والفاليوز، انا مديهم لك جاهزين اهو. تمام، انا كده عملت الديكشنري بتاعي، بس انا كده ما كريتوش، فانا هعمل student info عشان اكريت. سوري، student. خد الكوبي من فوق احسن، عشان لو كتبت حرف ناقص مثلا كابيتال اسمه الكلام من ده. فانا كده عملت الديكشنري اللي هو عايزه، كده انا كريته. دي اول خطوة. كتبت اسم الديكشنري، هو مديني الكي، مديني الفاليو، مديني الكي، مديني الفاليو، فأنا طبعته بس. بعد كده عندي بيقول لي update Alice's age to 22. تمام، فهنا عايز يغير الايدج بتاع أليس من 21 ل 22. ازاي؟ قلنا احنا ازاي؟ قلنا أول حاجة بكتب اسم الديكشنري بتاعي، صح؟ وقلنا بفتح ايه عشان لو عايز اغير او اضيف كيو فاليو جداد. قلنا بنفتح سكوير براكت. دي سكوير براكتس؟ لا، دي مش سكوير براكتس، دي اللي سكوير براكت. بعد كده بكتب ايه اللي انا عايز اضيفه او اللي انا عايز اعدل عليه. قال لي عدل على الايدج، فالايدج اهي، وبعمل ايكوال. قال لي عدلها كام؟ ل 22، ف 22. بعمل بعد كده بكتب ستودنت انفو. لو انا عملت كده المفروض ما يظهرليش 21 بقى، تظهر لي الجديدة اهو. أليس الإيدج بتاعه 22، هنا كان 21. كده تمام، كده أنا عملت أبديت للإيدج. نيجي اللي بعد كده، عايز إيه؟ add a new key وvalue وجي بي إيه. والجي بي إيه قال لك ب3.8 من 10. فعشان أنا أضيف برضو كي جديد أو value، كي وفاليو جداد، بعمل إيه؟ بكتب برضو اسم الديكشنري بتاعي نفس اللي فوق بالظبط، واكتب كده واعمل كده. الجديد بقى ما اكتبش هنا نفس الحاجة اللي فوق، لا، عايز اضيف ايه؟ قال لي جي بي اي. جي بي اي اهو ايكوال. قال لي 3.8 من 10، صح؟ 3.8. لو انا عملت كده هيطبعه لي. المفروض بقى يضيفه في الاخر بعد كمبيوتر ساينس، يضيف لي جي بي اي وبعدين 3.8 من 10 اهو. جي بي اي 3.8 من 10. نيجي اللي بعد كده، عايز هنا ايه؟ بيقول لي هنا remove the major. عايز يحذف الاليمنت ده او الكي ده بالفاليو بتاعه from the dictionary، من المعجم ده. قلنا احنا بنحذف كي ازاي؟ مش عايزين نحذفها كلها، عايزين نحذف كي بس. كنا بنعملها ازاي؟ بدل، اللي هي اختصار delete. وبعد كده بعمل اسم الديكشنري بتاعي اللي هو كان student info، وبعمل السكوير براكتس بتوعي. قال لي احذف ايه؟ قال لي احذف الميجور اللي هو التخصص ده او القسم ده اهو. انا هاخده كده كوبي واعمله بيست واعمل كده. هعمل ستودنت انفو اطبعها تاني، المفروض يطبعها لي ناقصة الميجور، يعني هيحذف لي الميجور والكمبيوتر ساينس. هعمل كده اهو. نيم أليس، نيم أليس إد 22، إد 22. دي اتحذفت عشان أنا عايز أحذفها. بعد كده جي بي إيه نزل 3.8 من 10. بعد كده وأخيرا convert to separate list. لو هنا معايا تو list عايز أحولهم لديكشنري. قلنا إزاي؟ قلنا بديكت زد. هعمل كده أهو، هاخدهم جاهزين. قلنا برضو مش شرط أكتبهم كي فاليو، بس إيه؟ قلنا عشان بتعبر عنهم.
فدلوقتي عندنا الاتنين. اعمل ازاي بقى؟ قلنا عشان احولها من ليست لديكشنري بعمل كده برين، بفتح اقواس البرين، بعمل جواها ديكت اللي هو ديكشنري، بفتح اقواس الديكشنري، خلي بالك من الاقواس دي. بعد كده بعمل ايه؟ بكتب الزب، بفتح اقواس الزب. بعمل ايه بعد كده؟ بضيف الكي والفاليوز، التو فاري، مش هقول لك كي وفاليوز، هقول لك التو فاريبلز بتوع، التو فاريبلز بتوع اسمهم ايه؟ كي واس اهو، وبعدين الفاليو. لو انا عملت كده المفروض يحولوا الديكشنري، حولوا الديكشنري فعلا. بس خلي بالك ان الاي دي ده متوافق مع ده، وده متوافق مع ده، ما ينفعش اضيف له تالت، حاجة تالتة اهو كده مثلا، كده اهو، واقول له حوله لي، فمش هينزله اصلا، ما نزلهوش. لكن لو انا عملت هنا برضو نفسه اهو، المفروض كده ينزله. تمام، المفروض كده تمام. نرجع كل حاجة زي ما كانت اهي، كده فل. وبكده خلصنا الاساينمنت بتاع الديكشنري. ان شاء الله اللي بعد كده هيكون التابل. بس كده. والسلام عليكم.